تخيل روحك راقد على أحلام العالمية وتنوض على كابوس الخيانة. في الوقت اللي كانت فيه جماهير المولودية تستنى في تيكي تاكا جنوب إفريقية تغزو ملعب علي عمار، وفي اللحظة اللي يعتقد فيها الشناوة باللي القطار أخيراً لقى السائق اللي وصلوا لمنصات التتويج القارية، طرطق الفيميجان بصح ماشي تاع فرحة، طرطق برحيل صامت غامض وخلى وراه 1000 علامة استفهام. الحكاية ماشي مجرد مدرب راح وجاه، الحكاية أكبر من مجرد عقد تمنسخ. هي قصة طموح تكسر في نص الطريق، وقصة مكوينة اللي دخل كبطل وخرج في نص الليل بلا وداع. واش سرى الداخل؟ واش اللي خلى رولاني يهرب من العميد قبل ما يبدأ الصح؟ اليوم راح نحكيو الحقيقة اللي ما قالوهاش في البلاطوهات، الحقيقة المرة تاع كيفاش ضاع مشروع العمر من يدين المولودية في ليلة ظلماء. البداية كانت تبان وكأنها مكتوبة في هوليود. اسم رولاني موكوينا كان يدور في أروقة النادي كأنه المنقذ، المدرب اللي قهر كبار إفريقيا مع صن داونز، الشاب اللي يتنفس تكتيك، كان هو القطعة الناقصة في أحجية حج رجم. الجماهير كانت تحلم بكرة قدم عصرية، بمدرب يفرض شخصيته ويخرج المولودية من دائرة النتائج الضيقة لعالم السيطرة المطلقة. الاتصالات كانت سرية، المفاوضات كانت شاقة، والوعود كانت كبيرة بزاف. قالوا لنا باللي المشروع طويل الأمد، باللي مكوينة جا باش يبني مدرسة، ماشي غير باش يربح ماتش ولا زوج. بصح الرياح جرت بما لا تشتهي سفن الشناوة، والسيناريو اللي بدا بي أهلا بالعبقري كمل بي وعلاش هربك. كي يدخل مدرب بقيمة مكوينة للجزائر لازم تفهم باللي العقلية تتبدل. هو إنسان يخدم بالداتا، بالتحليل الدقيق وبالنظام الصارم. بصح الصدمة الأولى كانت في الواقع المر تاع التسيير عندنا. كواليس المولودية في هذيك الفترة كانت تغلي، صراعات الأجنحة والضغط الرهيب من المحيط خلوه يحس باللي راهو يمشي فوق حقل ألغام ماشي فوق عشب ملعب. الحقيقة هي أنه مكوينة لقى روحه في وسط فوضى منظمة، وعود بالاستخدامات النوعية اللي ما تجسدتش كامل، وتدخلات في الصلاحيات اللي خلاته يدرك باللي مشروع العالمية مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي، والواقع حاجة واحدة أخرى قاع. اللحظة الحاسمة اللي قلبت الموازين كانت وراء الأبواب المغلقة. مكوينة طلب الكارت بلانش، حب يكون هو الآمر والناجي في الأمور الفنية، من الانتدابات حتى لأصغر تفصيل في التربص. بصح في المولودية القرار عنده بزاف أصحاب، وكل واحد حاب يفرض رايه. بدات تخرج أخبار على خلافات في قائمة المسرحين، وخلافات على البروفيل تاع الجوارات الجدد. مكوينة شاف باللي المنظومة حابة مدرب واجهة برك، مشي مدرب يبني مشروع حقيقي. من هنا بدات الفكرة تاع الرحيل تنبت في راسه، وبدأ يقتنع باللي الاستمرار في هذه الظروف هو انتحار رياضي لمسيرته اللي ما زالها في بدايتها. الطريقة اللي غادر بيها مكوينة هي اللي خلت الجرح غامق. ما كانش فيه ندوة صحفية للوداع، ما كانش فيه توضيح رسمي يشفي لليل الأنصار. الرحيل كان سكتي في صمت يقتل، وكأنه الرجل كان خايف من حاجة، ولا كان حاب يخرج بأقل الأضرار. هذا الصمت خلى الإشاعات تزيد، كاين اللي قال باللي عرض الوداد هو اللي أغراه، وكاين اللي قال باللي التهديدات والضغط النفسي هما اللي هربوه. بصح الحقيقة اللي نعرفوها كامل هي أنه البيئة في المولودية في هذيك اللحظة ما كانتش صحية، ومكوينة إنسان يحوس على الاستقرار الهادئ، ماشي على الفوضى الجماهيرية اللي تخنق الإبداع. الشناوة هذا الجمهور اللي يعشق للنخاع حس باللي تخدع. بعد ما علقوا آمال كبيرة على الفلسوف الصغير لقاو رواحهم قدام فراغ تقني كبير. الصدمة كانت قوية لأنه الماركتينج اللي دارته الإدارة للصفقة كان يوحي باللي المولودية دخلت عصر جديد. بصح في ليلة وضحاها رجعت المولودية لنقطة الصفر، تحوس على مدرب يسلك الحالة ويدير بومباج للفريق. رحيل مكوينة كان بمثابة مرآة عكست العيوب التسييرية اللي مازالها تنخر في جسد العميد، وبينت باللي المشكل ماشي غير في المدرب، المشكل في السيستم اللي ما يحملش مدرب عنده شخصية قوية وفكر مستقل. كاين بزاف ناس يسقسوا وعلاش الوداد قدروا يجيبوه والمولودية لا. الجواب ماشي غير دراهم، الجواب في الضمانات. مكوينة في المغرب لقى هيكلة واضحة، ولقى ناس تهدر لغته التكتيكية. في الجزائر لقى روحه يصارع في طواحين الهواء، لقى روحه لازم يشرح البديهيات لناس ما زالها تخدم بعقلية التسعينات. الهروب تاعه كان رسالة قاسية للكرة الجزائرية كامل، باللي إذا حابين تجيبوا الكبار لازم تكونوا كبار في تسييركم وفي احترافيتكم وفي احترامكم للمشاريع. مكوينة ماشي هو اللي خسر المولودية،
المولودية هي اللي خسرت فرصة باش تولي سان داونز شمال إفريقيا. الآن وبعد ما فاتت العاصفة، واش بقى من ذكرى مكوينة؟ بقى ندم عند البعض وبقى الاستفهام عند البعض الآخر. هل كان بالإمكان أحسن مما كان؟ لو كان الإدارة صبرت عليه، ولو كان هو القال اللي يوجهه ويفهم خصوصية البطولة الجزائرية، بلاك اليوم رانا نحكيه على سيطرة مطلقة للمولودية. بصح في كرة القدم لو ما تبنيش المنصات. الحقيقة هي أن مكوينة فات كشهاب في سماء العاصمة، ضوى شوية وطفى بسرعة، وخلى مراه ظلام تكتيكي خلى الفريق يتخبط في اختيارات استعجالية باش يسكتوا بيها غضب الشارع. لازم نهضروا بكل صراحة، رحيل مكوينة كشف باللي الاحتراف في الجزائر ما زالوا مكياج برك. نجيبوا مدرب عالمي بصح الملاعب كارثة، نجيبوا مدرب عالمي بصح الإدارة تخدم بالتليفون. مكوينة شاف باللي الهوة بين طموحه وبين الواقع اللي لقاه في حيدرة وبوزريعة كبيرة بزاف. الراجل ما حبش يغامر باسمه في بروجي باين باللي الساس تاعه مغشوش. الخروج من الباب الضيق هو الحل الوحيد باش يحمي كاريرته، حتى لو كان الثمن هو كسر قلوب ملايين الشناوة اللي شافوا فيه المخلص. فلافان، الحكاية تاع مكوينة مع المولودية هي درس لكل الفرق الجزائرية. الأسماء الكبيرة وحدها ما تجيبش البطولات، والمدرب البروفيسور يحتاج مختبر مجهز، ماشي كوزينة فوضوية. رحل مكوينة وبقات المولودية، وبقى السؤال يتردد في كل قهوة في باب الواد: وقتاش يجي النهار اللي نشوفوا فيه مدرب عالمي يكمل مشروعه بلا ما يهرب في نص الليل؟ قصة مكوينة غلقت ملف بصح فتحت جروح، وجلبت الحقيقة المرة اللي لازم نواجهوها. باش تولي كبير لازم تخدم خدمة الكبار، ماشي غير تشري براندات عالمية وتلبسها فوق جسد عيان.